بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله العزيز العليم، الحمد لله قبل رضاه والحمد لله بعد الرضا، وصلاة وسلاما على الأمي العربي خير الورى أجمعين، صلوات ربي عليه القائل في أمر الزواج: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حفلنا الكريم، جمعنا المبارك، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تهتز فرحا وسرورا بلقيا هذه الوجوه الخيرة النيرة، والتي نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم وعلى المسلمين الفرح والمسرات والليالي السعيدة. بداية حفلنا الميمون في ديوانية بن زيد في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1444 للهجرة. نرحب بجميع ضيوفنا الكرام، نرحب بأصحاب السعادة والمشايخ والمسؤولين والأعيان ورجال الأعمال والوجهاء والشعراء والإعلاميون والضيوف الكرام الأعزاء جميعا. لكل منكم مكانة كبيرة في قلوبنا، فاليوم بتشريفكم تزين المكان بالأنوار والأرض بالورود، وقلوبنا بكم، فأهلا وسهلا بكم. باسم أصحاب هذا الاحتفال الكبير، الشيخ مطلع بن رشيد بن زيد والشيخ عبد الله بن رشيد بن زيد وإخوانهم وأبنائهم وربعهم من قبيلة العلوات من عوف من حرب، الذين يحتفلون هذه الليلة البهيجة بزفاف ابنهم الشاب يزيد بن عبد الله بن زيد، الذي نقول له ونقدم له باسم كافة الحضور آيات التهاني والتبريكات وجميل الدعوات، ونقول له بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. دامت الأفراح، دامت السعادة على الجميع. من جديد نثني الترحيب بكم من كافة القبائل وكافة العوائل وكافة الأسر وإخواننا المتواجدين بيننا الذين شرفونا في هذه الليلة. حفلنا الكريم، لأهل الحفل كلمة من القلب إلى القلب يلقيها والد العريس الشيخ عبد الله بن رشيد بن زيد، فليتفضل
مشكورا بكل تأكيد أبناء بن زيد وربعهم يرحبون بكم، فعينا ترحب وعينا تهلي بكم. تفضل يا أبو يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الموجودين، اسم والله إن كل واحد له حق وكل مقاماتكم والله العظيم على راسي. جميع الموجودين حياكم الله في هالموجود. ولو ودنا والله كل رجال نرحب ونجلس له الحالة والمجلس صدورنا. والله إنكم قامات ومشايخ وعيان وشعراء وأدباء وإخوان، ولا نستطيع أن نصف ما في صدورنا ونقول لكم حياكم الله. والله إن الصدر وإن اللي فيه والله ما يجيب لساني، ومهما أعطاني الله من الفصاحة لا يمكن أقدر أعبر عما في خاطري، لكن أقول والله العظيم جميع من حضر في هذا المجلس وفي هذه الليلة أنه متجمل علي ومتجمل علينا كلنا. ثانيا كان علي عزيز أخي الشيخ مطلع بن زيد يقريكم السلام، وقد حصلت له وعكة صحية عبارة عن التهاب في الصدر، وقد خشينا عليه من بعض واضطر أنه ما يجي، لكن يبلغكم السلام جميعا ويقول حياكم الله. وحنا جميعا نقول حياكم الله باسم شيخنا مطلع بن رشيد بن زيد، وهو تاج رؤوسنا، وقبيلة العوات ترحب بالجميع، وتاج راسنا أبو عبد الرحمن، لكن الليلة يعتذر منكم للعرض الصحي. ثانيا والله يا جماعة لو أتكلم منه إلى أن لا يمكن أوفي كل واحد حق، لكن حياكم الله ثم حياكم الله ثم حياكم الله. ولا يفوتني إلا أن أقول الحمد لله على نعمة الأمن والأمان اللي جمعتنا في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. فجميعا حيوا حكومة رشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين وسمو سيدي أمير المدينة المنورة على الحمد لله الأمن اللي جمعنا والرغد العيش اللي نحن فيه. دمنا وطن واحد وأسرة واحدة وقبيلة واحدة، وشكرا للجميع. وأقول لكم والله العظيم إنها من القلب إلى القلب، ومن القلب إلى القلب لا أستطيع أن أعبر لكم فيها. فشكرا للجميع من جميع القبائل، لا أستطيع أذكر اسم، وكلكم غالين وعزيزين، وكل واحد والله له قدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أبو يزيد على الكلمات الطيبة. وبكل تأكيد الشيخ مطلع بن رشيد إن غاب لظروفه الصحية الذي نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل، فهو موجود في القلوب. وكلمة الضافية هذه هي أقل ما تقال لرجال الوفاء الذين تعنوا وتكبدوا مشقة الأجواء التي لا تخفى على الجميع. وكذلك كثير من ضيوفنا حقيقة قادمين من خارج منطقة المدينة المنورة، فهذا من وفائهم وهذا من طيبهم. بيض الله وجيههم وجزاهم الله خير الجزاء في ذلك. حقيقة لأخرج بعض الشيء عن برنامج الحفل وبشيء غير معد، ولكن من الواجب ومن الإنصاف ومن الشهامة أن نذكره. حقيقة في شخص دائما ما يكون متواجد بيننا ومعنا، ومن هامات وقامات قبيلة حرب، إلا أنه هذا المساء تعذر لظروفه التي يعرفها البعض. فمن خلال هذا المنبر ومن خلال ديوانية ابن زيد ومن خلال الموجودين نتقدم بخالص العزاء والمواساة
إلى الشهم والنبيل والشاعر الشيخ بندر بن معيض العجي في وفاة شقيقه عبد الله. نسأل الله عز وجل أن يرحم ميتهم وأن يغفره ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يرحم والدينا ووالديكم وكافة أموات المسلمين. فحقيقة أبو معيض العجي الاسم الكبير دائما حاضر، إلا أن الظروف أقوى. حفلنا الكريم الشعر ديوان العرب، ويتواجد معنا في هذا المساء كم كبير وهائل من الشعراء الذين لهم حضورهم ولهم تواجدهم ولهم مكانتهم. فقدر ما يسعفنا الوقت بنسمع بعض المشاركات، وأولى مشاركات شعراء الليلة، ومع الشاعر خليل العلوي بقصيدة ترحيبية، فليتفضل. كويس انك قريب ومجهز من بدري، طولت عليك الظاهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الجميع، يا مرحبا ويا هلا، وألف ألف مبروك للعريس. اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. فالليلة هاللي نورها ما له قياس، فالليلة هاللي نورها ما له قياس، يا مرحبا ترحيب تستاهلونه. حي الله الضيفان من كل الأجناس، الضيف ربعي كلهم يحترونه بدلال صفر وبن، يحمس بمحماس والعود الأزرق للضيوف يحسونه بضيافته اللي كلمته تقعد الراس، وكل العرب متساوية في عيونه. عبد الله بن زيد والعرق دساس من ولد علي أهل الكرم والمعونة، بضيافة اللي كلمته تقعد الراس وكل العرب متساوية في عيونه. عبد الله بن زيد والعرق دساس من ولد علي أهل الكرم والمعونة، هالربعة اللي ما لها اليوم مجلاس، عيال عمي ضيفهم يكرمونه بوجود شيخ انشاع ذكره مع الناس. أبو علي نعتبره موجود الليلة، الله يشفيه ويقومه بالسلامة إن شاء الله. بوجود شيخ انشاع ذكره مع الناس، وهني رجال العرب يذكرونه اسمه مسمى شيخ تجت على اساس ابو علي، ساسه مجود ركون الشجاع ومحنك وما يعرف الياس، كريم في طبعه وعلمه يصونه، اللي يقضى في قضوة السد الانفاس واللي يتكلم كلهم يسمعونه، ياخذ ويعطي ما يعرف التحساس، متعلم اسلوب الحديث وفنونه اللي يرتكى حل الصعيبات، قرناس يسعى بفعل الخير للي يجونه، واختامها خذها من الراس للراس، مطلع فقيدة حرب لو يفقدونه. سلامتكم. نسأل الله له طول العمر، الله لا يفجعنا بفقد. المشاركة الثانية للشاعر الكبير سالم السمود المخلفي. أقول أول شيء الله يمشيكم بالخير. أقول سميت بسم اللي على السطح سبعة، وعرشه وكرسيه ومكان تبعه، وقفت أرحب باسم مطلع وربعه بضيوفه أهل الطيب والقدر والجاه، وحي الله الضيفان من كل ديرة ومن كل صوب وكل فج وعشيرة، في مجلس له في سماء المجد نيره، وراعيه للضيفان يضحك محياه. أول نبال اللي يجي يلا حيه،
وطيب يعج ودلة شاذلية، ومن الكرم تلقى الصياني ملية، كرم حقيقي ما دخل بهم ضها، والنعم والله كل ما قيل بن زيد، شيخ شموخه ما يباله توكيد، واخوانه وربعه دهاه وصناديد، كل ابلج تندى من الطيب يمناه، نخوه وفزعه في مجال الحمية، كل علوي للمراجل مهيا، مخلوق للشدات طبعه كذية وهذا صحيح، وله تواريخ ورواه وباسمي واسم كل الحضور الطحاطيح الواصلين الموصلين الزحازيح اللي لهم سمعه، على هبة الريح أجمل تهاني لأبو يزيد مهداه، عبد الله اللي له بالأمجاد تاريخ مطنوخ ومشرف رجال مطنيخ، ولاهي غريبة منه شيخ ولد شيخ طيب، ومنبع طيب ساسه ومرباه ويزيد، له منا جزيل التهاني وجعل السعد له فال طول الزمان، يالله يحقق له جميع الاماني ودنياه تمشي له على ما تمناه. واختم كلامي للحضور الكرامي تحية التقدير والاحترامي، وحياكم الله يا اعزاز المقامي، واسم الاله اول كلامي ومبداه. سلامتكم. يا الأحمدي جاتك عشاقها من الراس، يا منتخب العزوة الأحمدية. وين دخيل الأحمدي؟ عجل يا دخيل ترى الوقت. الأستاذ دخيل الأحمدي يشارك في تقديم الشعراء، هو هامه وقامه وأجدر وأقدر حقيقة بكل تأكيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ما شاء الله تبارك الله، كل الحضور هذا الجميل الكبير الراقي له دلالة الترابط والمحبة والتقدير والاحترام بين أبناء هذا الشعب والمقيمين كذلك معنا على هذا الأرض الوطن الخير والبركة. أستاذ مرزوق حبيبنا دائما الحقيقة يثني علي بكلمات أنني تعلم مني، ولكن ليس الغريب أن إنسان يتعلم، ولكن ليس كذلك إلا أن الغريب أن دائما الطالب أو التلميذ يتغلب على معلمه. فهذا مرزوق حضوره الجميل وإطلالته البهية في كل حفل من احتفالات حرب واحتفالات المدينة واحتفالات القبائل الأخرى المجاورة. الحقيقة ليس لدي والله إنه فاجأني فعلا، أنا كنت أتوقع إنه بعد يعني منتصف الحفل، ولكن لعلي أن يوفقني ربي أن أقدم بشيء جميل لكم أيها الأخوة الحضور الكرام. الآن طبعا استشهد الأستاذ مرزوق ب يا الأحمدي جاتك عشاقه من الراس، يا منتخب العزوة الأحمدية. هذا من فضي بن ولمان الأحمد الحربي، وقصته المشهورة عند أحد مشايخ قبيلة الشمر. مر مع هذا الطريق من هنا عندما انتقل من المدينة من جبال الفقرة وتوجه إلى جبال حائل، وتعرفون القصة والقصيدة. والآن في هذا الأمسية يحضر معنا أحد أبنائهم وجده هو الشيخ مفضي والفارس مفضي، معنا الشاعر القدير سلطان بن نهار الأحمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هاجسي يا هاجسي هات الأبيات البينات النابيات العظام في مثل هذا اليوم، ما لي خيارات كنا العدا خلفي والأطلس أمامي، ماني موردها عدود شحيحات أرد على اللي مروية كل ضامي لعيون عوف تهون كل الصعيبات أعطي لها وقتي وجل اهتمامي.
لعيون عوف تهون كل الصعيبات، أعطي لها وقتي وجل اهتمامي، ولعيونهم تهون طول المسافات، أرد لها ورد العطاش الحيامي، وجيش أفكاري وجيش أقلامي والأفكار قوات، ما بين قناصة وما بين رامي، ولا صيد غير النادرة الفريدات اللي تليق بمعتلين المقامي. وعلي من راسي مجيب الهزيلات، وعليكم زود، وعلي من راسي مجيب الهزيلات، وانا احمدي من روس حرب الكرامي، وان كان ما هزيت فيك المنصات عيب علي اقف وقوف الشامي، وان كان ما هزيت فيك المنصات عيب علي اقف وقوف الحشامي. باسم الجميع اسوق عذب التحيات، وترحيب يغني عن شراب وطعامي، مثل الدوال اللي من السقم ما بات، ولا الحلا من عقب طول الصيامي. يا مرحبا عد نجوم المضيات، واعداد ما شق البدر للظلام، واعداد من يذن بروس المنارات، واعداد من صلى خلف المقام، واعداد ما ينبض من القلب نبضات، واسقاب دمه للحم والعظام. ترحيب يشرح للنفوس الحزينات، أحلامنا الماء للعروق الضوامي، ينصى الجموع اللي على حفل نجاة، اللي نصوهم لرجال الحشامي، على الدلال الشقر وام البهارات، وعود البخور ومردمات السنامي، عند رجال أهل الجهة النقيات، بيض الجهة اللي تنير الظلامي. علوات ربعي كاسبين البطولات، بم الفتايل والقناء والسهامي، عيال زيد اللي رقوا للطويلات، وتربعوا بين النجم والغمامي، عيال زيد أهل الفخر والحميات، نطاحت الكايد نهار الزحامي، أهل الشجاعة باللقاء والمسارات، وستر العذارى وامهات اللثامي. لا جاء نهار في لجنب الأصوات، في ساعة البارود مثل القتامي، فيهم شجاعة ينطحون المغيرات، والله خلقهم للمعادية إكعامي. كم جمعوا من جمع عقب أصبح اشتات، وكم شتتوا من جمع عقب اليامي، تسقط تحت يدهم بيارق ورايات، فعل الرجال اللي عليها الكلامي. قدام وقت الحكم ولا الحكومات، وقبل الموحد وانتظام النظامي، الاسم واضح والحقائق جليات، من دونها محل عج وعسامي، مثل العلم وان كان فيها فروقات، هذا يوامي واسمهم ما يوامي. ومبروك يا يزيد من الذات للذات، اعداد من يحرم وحل الحرامي، وعسى السعد يبقى معك كل الأوقات، وتكتب لك الأفراح في كل عامي. وافخر بربعي عوف، وافخر بعوف أهل الفعول العظيمات، عيال عمي تاج راسي حزامي. قلت وانا شاعر وعندي قناعات، أقولها قدام كل الأنامي، إن التعامل دين والصدق منجات، وإذا احترمت الناس زاد احترامي، ومن جاب علم ما معه فوق إثبات، كثروا عليهم كثرين الملامي، وصلوا على اللي حط ممنات ولات، خير البشر عليها تم السلامي. الشيخ فاهد مسك الله بالخير، صاحب دنك، ملكت للأشعار جني ما يهيد ولا يبات، لمسة عليها الليل جاني بالجنون يقودها، ما فيه جنية من المغرب لجبال السرات، ومن حد بابل بالشمال لليمن، وحدودها اللي انجبت منه 8 عيال و12 بنات، غير الذي ماتت ومات ببطنها مولودها. واليوم كل جنون شعري وقفت وقف الثبات، يوم القريحة قام يقدح زندها بارودها، في مدحكم يا عيال زيد الشعر يرقى الطايلات، أنتم شيوخ المعرفة وانمارها وفهودها، أنتم شيوخ المعرفة وانمارها وفهودها، أنتم سند حرب الحرايب بالأمور المعضلات، وأفعالكم مع كل راعي زود باين زودها. يا عيال زيد الشعر يقصر والمعاني عاجزات، فعولكم فاقت حروف الشاعر ومقصودها. وسلام يا فاهد، سلام أحلى من مياه الفرات، إعداد ما هبت علينا من الشمال ينودها. أنت يا أبو مهند فخر
للشعر والحرب الدهات، تقف مع اللي يشتكي غبر الليالي وسودها. أنت يا من دارة الدنيا كما دور الرحات، فعلك كما نيران شقرة ما يدخن عودها. أنا أشهد أنك مثل غيث يحيي عروق النبات، وتضرب بك الأمثال في عرض في عف رجال وجودها. وانا حفيد انفضيل والمان راعى المسرجات اللي وقف وقفة الشجاع ورد الشمر زودها. وانا حفيد انفضيل والمان راعى المسرجات اللي وقف وقفة الشجاع ورد الشمر زودها. يوم انتخت به رسعه ارسع جدي بجمع الغزاه، وجاب الفعول المثبته بصماتها وشهودها. يوم اعتزب الاحمديه راح وخصامه اشتات، اللي هلك واللي نجا حرم ما عاد يعودها. قلت وانا شاعر عالم ماني بشاعر خذوهات، انا ترى الشعار قدامي في حسدودها. سلامتكم واعتذر على الاطاله. يستاهل ابو تركي، وتستاهلون، يستاهلون المدح. المعازيب أفعاله تمدحه، وهالجمع الغفير اللي حاضر اليوم أكبر دلالة على محبتهم. هدية من أبو مهند يستاهلها طال عمرك. يستاهل أبو تركي. والآن قدم لنا من مكة المكرمة شهم شجاع نبيل، صاحب قلب كبير، الراوي والمؤرخ والرجل الذي حول القصة، وقد سبق وأن ذكر هذه القصة. رحبوا معي بالراوي والشاعر والأديب سعد المسعودي. حياك الله أبو رايد، نومستنا ونومست الحفل والمعازيب والضيوف وحرب كافة. يلا تحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم. في البداية الحمد لله على سلامة الشيخ مطلع، والشيخ مطلع شيخ نفتخر بكلنا، إن كان اللي في المدينة وإن كان اللي خارج المدينة. والحمد لله على سلامته، ونبارك لعريس هذا المساء ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. عسى أيامك كلها سعادة. هي بويتات والله، لو نبنا نوفي بالقصيد ما لقينا كلام يوفي. والقصيد والله إنه ما يوصف اللي في خطرنا والغلا اللي جابنا من مكة لين هنا، لكن بيوت حاجة في الخاطر وقل ما يقدم لكم. وجهك أبيض. يا هلا لا يا هلا لا لا يا هلا لا لا يا لا 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 يا هلا لا لا يا لا ولا يا هلا لا ولا يا لا لا ولا لا ولا. نهاية يوم ذا الحجة بداية ليلة من عاشوراء، تعرفون القصيدة كلها واللي مسويها. قول الشاعر الهذلان عبد الله ولد مستور، وهذا حول 5 عقود والعالم تغنيها. وهذا حول 5 عقود والعالم تغنيها. نهاية ليلة نهاية يوم ذا الحجة بداية ليلة من عاشور، تعرفون القصيدة كلها واللي مسويها.
يقول الشاعر الهذلان عبد الله وأولاد مستور، وهذا حول 5 عقود والعالم تغنيها. سلام الله على مطلع وعبد الله حكيم الشور، وفهد راعي الوقفات ياخذها ويعطيها، وفهد راعي الوقفات ياخذها ويعطيها. لا يا جات العزاء لا يا جات العزاء والمواقف للمشايخ دور، رجال المعرفة والجهود نعرفها بأساميها، رجال المعرفة والجهود نعرفها بأساميها. على وجه البسيطة ما جاهنا قصرها المعمور، مثابة جدرها المبني على سيسان بانيها، مثابة جدرها المبني على سيسان بانيها. تفاخر حرب بالعلوات والبيرق لهم منشور، تفاخر حرب بالعلوات والبيرق لهم منشور، وهذه عادة ابن زيد مبعثنها قاويها، وهذه عادة ابن زيد مبعثنها قاويها. سلامتكم. أنا فوق الصوت والله إن اللي في الخاطر أكبر منه، لكن يوم دخلنا وأنها جاي في الخاطر سلم، إنها جاية في الخاطر وما جاكم اعذرونا فوق الصوت. الله يرفع قدرك، الله يرفع الله اللي يرفع قدرك، الله اللي يرفع قدرك، الله يسعدك ويرفع قدرك. بيض الله وجهك الشاعر والراوي الجميل سعد المسعودي الهذلي. لا يستغرب هذا الإبداع وهذا التألق. المشاركة القادمة لأحد الشعراء المميزين الشباب الغالين علينا ومن قبيلة غالية علينا، من قبيلة جهينة، الشاعر بسام بن محمد الميلبي الجهني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول للعريس اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أقول مرتخى ميقاف شعري ليجاله مجال وليتونى عن لزوم لا أقول مرتخى ميقاف شعري ليجاله مجال وليتونى عن لزوم لا لصيل ابن لصيل، عن لزوم أهل الكرم يا كريمين السبال. قوم حرب اللي لها في المجد تاريخ جليل، حرب حراب الدول، حرب وفينا الخصال، فعله مذكور في التاريخ جيل بعد جيل، فعله دايم في بحر الطيب مضرب للمثال، والبلالي فعله برهن وهو أكبر دليل، فعله دايم في بحر الطيب مضرب للمثال، والبلالي فعله برهن وهو أكبر دليل. وأقولها وأنا جاني معرب عم وخال، ربعي جهينه لابتي ربعي مجبنت الدخيل، ما عليك زود. وأقولها وأنا جاني معرب عم وخال، ربعي جهينه لابتي ربعي مزبنت الدخيل. ويلا عسى أفراحكو دايم على مر الليال يا حرب، يلي تبني الجزلات من حيل وحيل في خرب. فعل أبوك يا يزيد شيال الثقال، وأبوك قايد للمراكز قايد ما له بديل. واختامها ندعيك يا رب البرايا ذا الجلال، تغفر لنا زلاتنا يا الله في صبح وليل، تغفر لنا زلاتنا يا الله في صبح وليل. سلامتكم. صح الله بدنك.
بيض الله وجهك وجه ربعك دائما وأنتم مشرفين. أما شاعرنا القادم شاعر كبير وحاز على العديد من الألقاب، ومن قبيلة معروفة وقبيلة شهيرة من قبيلة عبس، الشاعر الكبير سالم بن سلمان الرشيدي الذي قدم لنا من منطقة القصيم، فحياها الله وأهلا وسهلا به وشرفنا بحضوره. شاعر نظم وشاعر محاورة. البارحة من موقفي هاجسي خرب وقام يتصدد كان ماني خوية، بارد وانا خبره على اللازمة، ذرب يقدح شرار من السطر والحمية. قلت السبب؟ قال السبب لا تجي حرب الا بقصيدة وافية عالمية، امجاد حرب بفتح مكة ويثرب بمنزل الله وبرسالة نبيه، وساقت شياطين القوافي كما السرب وضربتها مع جرهد مهما هي يخيل البلها، وفكاكت السرب قصيدة من كل مبدا غنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. والله انها الحفل مشرف، وهالحضور اللي قابلنا من قبيلة حرب ومن ضيوف حرب، أننا نفتخر بكل مناسبة وطنية تجمع كافة شرائح المجتمع على البر والطاعة والخوة وتقدير الرجال وحمياه البعض. والله إن من باب الحمية ومعرفتي لابن زيد إن أفتخر بحضوري عندهم وبمشاركتي، ومن باب الحمية أقول اعتبروني أنا واحد من ابن زيد بالحجاز، اعتبروني من ابن زيد من عوف بالحمية والخوة. والله من وفاهم لابو مهند ولا ضيف الله والأخوانه جميع. بسم الله الرحمن طاعة وتمجيد، الواحد الليلة نصلي استخارة، يريد نريد وهو يدبر بكل ما يريد، ولا لنا عن رادته واختياره. ومن بعدها عسر البيوت الشواريد أحدها ولفها الأفطارة، ومن بعدها عسر البيوت الشواريد أحدها ولفها الأفطارة، وانصابها ديوان ريف الأجاويد اللي بطيبة مرتكز تقل قاره من الفخر لجيت، ديوان بن زيد عد مقابل وزير وبوزاره من طيبهم عدة تناحض من البيد وعانق سهل الإيمان بمداره، وانصابها ديوان روس الأجاويد اللي بطيبة مرتكز تقل قاره من الفخر لجيت، ديوان بن زيد عد مقابل وزير بوزاره من طيبهم عدة تناهض من البيد وعانق سهل اليمان بمداره، ومطلع وعبد الله وضيف الله رشيد اخوات الشيوخ علوات الوفاء والصداره، وفاهد ولد ضيف الله بطيب هشيد ومفخرة شعري وهو مستشاره، عضيد عمانه وشيخ الاواليد وابوه يقدح بالحميه شراره، نعم الشيوخ معربين المواريد حطوا لهم ديوان مثل المناره متمركز بطيبه مثل نابيه الحيد، ويعد لحروب المدينه سفاره يرمز لهم طيب وهويه وتاكيد. هذه هي الشيخه وهذا الاماره، ارفع لها عقال تحيه وتاكيد دفنت الركبه قلوب النماره، ارفع لها عقال تحيه وتمجيد دفانة الركبه قلوب النماره. اهل الشجاعه يوم دور البواريد ترمي جحافيل العدا رمي شاره، ينساق في مديح حرب البغاديد والعود الازرق يحترق جمر ناره، يوم الجهل حرب الدول روس وتسيد كم عم من عقيد الحرب والاعتباره، يوم الجهل حرب الدول روس وتسيد كم من عقيد الحرب والاعتباره، في كل دار الهم ديار ومواريد
وبكل ديرة تستحق الأمارة. ويوم المؤسس وحد الدار توحيد، هم نصرة الإسلام عز وجسارة، هم نصرة آل سعود قوة وتأكيد، ما ينكسر بيرق وحرب بجواره. هم نصرة آل سعود قوة وتأكيد، ما ينكسر بيرق وحرب بجواره. ولهم على القمة عروش ومواعيد، لأن الجهل ولا وبين النهارة. وصارت قضاة الحق من له توحيد، والعلم نالوه سعوا مع مساره. ولو ولاة الأمر جملة وتفريد، وصدق ولاهم للملوك بجداره. ولو ولاة الأمر جملة وتفريد، وصدق ولاهم للملوك بجداره. ونالوا مع الحكام ثقة وتمجيد، وحازوا على كل الرتب والصدارة. جبال وشيوخ وزعامة ووليد يزهون شعر المدح من كل تارة، وما يستشك بطيبهم غير هربيد. حرب الجنيه اللي ثمين عياره، وهم هل الشعر وبنوك القواصيد، وهم عاصمة شعر النبط وابتكاره. ولالي ورا مدح لا هي مقاصيد، ألا نحسب معرفتهم تجارة. وانا من اللي امجادهم عز وتزيد، كم من رشيدي حفظ حق جاره. عبس على الخوة وعبس الصناديد، وسامة الكفة بعز وجسارة. علي الطلاق ما تجيني طلاق بالثلاث. طلق انا سبقت اقول لا تخلص يصير سالفه هذه. علي الطلاق ان ما انا مسكته بس والله ما تركب انا يا ولد انا سبقت في الطلاق. علي الطلاق مطلق طلاق طال عمرك ولا بشتك على العين والراس. ابد الله يرحم الاثنين اللي اخروك وافي. وانا من اللي امجادهم عز وتزيد، كم من رشيديا حفظ حق جاره. عبس اهل الخوه وعبس الصناديد، وسامة الكفه بعز وجباره. وكل القبايل ما انتقصها ولا زيد، والنعم فيهم من بداه وحضاره. وموحدين الصف قوه وتوحيد، تحت ولا بن سعود رهن الاشاره. متساويين الروس سعدان وسعيد، واخوان بالاسلام هذا مساره. وسلامتكم واعذروني والله بشتك يا دكتور انها عندي كبر هالجبل هذا، ولكن انا طلقت والطلاق والحلف ما يتهاون فيه. وانا والله واللي خلق وعلي الحرام ان اعتبر هديتك وصلت. اقول انا ما دخلت ولا مدحت حرب، والله اني مرجي لا من مالهم لا من اعمالهم الا شهاده لله. واعتز والشاعر المحسوب اللي قال كلمه تحسب عليه عند جمهوره وعند ربعه وعند معازيبه. علي الطلاق ان افتخر بكل من قال انا حربي، واني ما عرفت منهم الهابي. انها رجال فيها خير وبنوك شعر، ومشهود لهم قبلي وبعدي ابد. انا وافقت على طلب، لكن علي الحرام هديه باسمي وباسم بن زيد غير في الصلح. انت طلقها خلي يعطيها. ايوه خلي يعطيها. ايوه خلاص بيض الله وجهك السؤال، بيض الله وجهك باسم كل حربي وكل رجل شهم، باسم كل من تواجد معنا في هذا المحفل والغائب والحاضر، وكل الرجال الأوفياء نقول لك بيض الله وجهك. وما عليكم زود قبيلة بني عبس، قبيلة التاريخ، قبيلة العز والفخر والنماس. بني عبس كذلك قبيلة من أكبر القبائل العربية بدون قصور في جميع القبائل والأسر التي تعيش على أرض الوطن وفي أرجاء الوطن العربي. الآن المشارك أبو يزيد أبو زياد بيض الله وجهك على الهدية، والشاعر سالم استحقها، وهو تقدير هدية وصلت، ولكن هدية كل أخرى وصلت وقبلها الشاعر سالم وهو يستحقها. وانت كفو بيضت وجيه حرب، وفي الموقف اللي دائما الحقيقة احنا نفتخر فيك، وانت دائما تقف في الموقف المشرف لحرب وجميع المتواجدين معنا. الآن مع أحد شعراء قبيلة حرب الكبار، شعراء النبلاء، الشعراء اللي لهم بصمة، الشيخ سليم الجابري أبو فيصل. كفو والله كفو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. سلام صافي مثل فنجان الدلال، سلام صافي مثل فنجان الدلال في الحفلة اللي نورها يضوي ضوي. حضرت الإخواني ولا فيها حضرت الإخواني ولا فيها جدال. أحضر لو إن الظرف يلويني لوي، وشلون محضر يا كريمين السبال واللي دعاني شيخ حربي وعلوي. وشلون محضر يا كريمين السبال واللي دعاني شيخ حربي وعلوي. ابن رشيد الطيب ابن رشيد الطيب الاصلي والقبال، عبد الله بن زيد لا قالوا ذوي. عيال زيد ونعم والله في العيال، شيوخ نسل شيوخ كالعد الروي. هذا الصحيح الحق في العزوة يقال من روس حرب اللي يعزون الخوي. أهل الثلاث اللي كما صم الجبال، الثابتات وصيتها يدوي دوي. تشهد لها كل القبائل لا جدال، ويشهد لها التاريخ تشهد لها كل القبائل لا جدال، ويشهد لها التاريخ والفعل القوي. حرب الدول ما جات من مضرب مثال، جت بالفعول اللي زوت عالم زوي. يوم انها بسيوف وخيول وجمال، وذياب تلوطان للبعض تعوي. حتى وصل من وقف فعول القتال عبد العزيز اللي شوى الفتنة الشوي. ومن بعد عياله على نفس المجال، على الشريعة حكم بحكم سوي. وعيد وكرر الجزرين الخصال، وعود وكرر الجزرين الخصال اللي لهم في القلب قدر ومعنوي. ومبروك يلي من عمام ومن خوال، معرب بن يزيد نعم المطروي. تلميذ ابوه يشبه في كل حال، ومجود الجدين والساس علوي. سلامة الجميع. صح لسانك ابو فيصل. الحقيقه انا والله كوكبه من الشعراء اللي نعتز ونفتخر فيهم، ولكن الوقت لعلهم يعذرون، لعلهم والله اجد اخي ابو زياد محرج وكذلك ابو مهند، ولكن لعلهم يلتمسون لنا العذر لان الوقت قد داهمنا. الان مع الشاعر الشاب فواز والعريس ان صح التعبير، الشاعر ناهي الجابري أبو وليد، شاعر الحجاز وشاعر كفو وشاعر مجمل دائما وابدا. هلا مرحبا، ويقولها الشاعر المعتاد نيابه عن الشيوخ الا الامجاد معتاده. مشايخ على كل المفاخر لهم ميراد، ابن زيد من لابه على العز والراده. يا مطلع كسبت المدح والعز والامجاد، ومن حقنا نفخر بمطلع وبامجاده. يا بن زيد وانت الشيخ معروف شيخ اشداد، من شيوخ عوف وحرب ما تجحد اشداده. وعبد الله اسمه يعطي الشعر والانشاد، على قولهم عبد الله الشعر وانشاده. وعلى قولهم عبد الله المدح باسمه زاد، ما يكفي الشعر ونثر وامداح وإشادة. ابن زيد عن درب الجزالة كفو محاد، بفعل الجزالة والله اللي بها زاده. لها الشكر والتقدير في كل موقف زاد، جهودك كبيرة والوفاء للوفي عادة. ويستقبل الضيفان بقلط تفضل جاد، على باب مجلس يفتخر فيها رواده. ضبوعه لها حق الفخر والفخر يزداد، وضبوعه باسم فاهد لها الفخر بزياده. ابو مهند اللي كرم، ابو مهند اللي للكرم عنده استعداد. ضبوعه لها حق الفخر والفخر يزداد، وضبوعه باسم فاهد لها الفخر بزياده. ابو مهند اللي للكرم عنده استعداد، رفع سعر حشو البدو في داخل بلاده. الفاهد بقول نعم وسمع الاشهاد،
وسمع مهند وأحمد وباقي أولاده أقوله وماري كل ما جيت وسط الماد، وأنا الجابري ومجمل الحرب في ماده، تربعت في القمة واخذت النجاح عناد، على قولهم من ينجح يزيد حساده. وهلا مرحبا ترحيبنا الطيب المعتاد باسم مطلع وعبد الله وفاهد القادة. سلامتكم بيض الله وجهك. صح لسانك شاعر ناهي. أيها الحضور الكريم، الحقيقة نعتذر لكم عن الإطالة، ولكن والله أننا مستمتعين بهذه الأجواء الجميلة في هذه الليلة الطيبة المباركة. ومعنا أحد شعراء قبيلة حرب، الشاعر الكبير والشاعر العلم، شاعر رده المعبدي، وكذلك كفو يستاهل والله ورد. طبعا من هذه القبيلة، قبيلة معبد عسكر البارود، ومعنا شيخهم الفاضل كذلك الشيخ المحبوب الغالي علينا جميعا الشيخ عواض النتاف. حياكم الله جميع. والحقيقة قبيلة معبد قبيلة لها بصمة في تاريخ قبيلة حرب. الشاعر رد المعبدي جاهز قريب الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميع. بيض الله وجيهكم يا ذوي الزيد على هالاستقبال الطيب، ونبارك لفارس هذه الليلة، ونقول لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. الشعر فن وذوق واحساس وشعور، جزله مع الايام يبقى بالاذهان، في كل محفل حاضر فيه جمهور يازن كل كلمه بميزان. والشاعر اللي قال ما هو بمعذور، دام خبير ويمتلك فكر ولسان. سلام في محفل منه يسطع النور، ما كان هلا كوكب بين الأكوان. نوره تبدد شعتك كله، نور تبدد شعتك كله، ديجور عم الفرح كله في منظره بان. عند الكريم اللي له الطيب دستور، عبد الله المطنوخ مقدام الأضعان. الشام خلي له بسلم الوفا دور، يعيش رمز المرجله عالي الشان. وبذكره الطيب مع الناس مخبورا، نشهد انه ظفر واخوانه اخوانه اللي بالوفا مدوا جسور، وتاريخهم شامخ مثل ضلع ورقان. آلات زيد اسم مع الناس مشهور، مدحي لهم على تجارب وبرهان. آلات زيد اسم مع الناس مشهور، مدحي لهم على تجارب وبرهان. والشيخ مطلع بالزمن وافي شبور، طالت يمينه مع طويلين الأيمان. شيخ يقود الجمع ويحكم الشور، ويلقى به المحتاج ملجا ومزبان. الطيب للشاهد وبالخير مذكور، وشوش راسي وافتخر فيك حيلان. في مدح بن زيد افتخر كل منعور، من ماضي الدنيا له اسنان وعنان. واذكر ربوعه من جدة كل معسور، لا بالهم في هامة المجد عنوان. ذول علوات المجد خطوه في سطور، ولا هو غريب الصيت والساس عوفان. يذعل لعوف الخصم مرغم ومجبور، يوم المعارك بين حربه ونيشان. طابورهم يغلب 80 طابور،
اللي يلتقى في حومة الحرب فرسان، ويزيد جعل أيامه أفراح وسرور. الله يديم أفراحه زمان وزمان، وحنا معبد صيت وامجاد وحضور أميرنا النتاف للحق ميزان. ما عليكم زود. وحنا معبد صيت وامجاد وحضور أميرنا النتاف للحق ميزان. عواض صيته بالبطولات معمور، هو محزم الحربي ولو كان ما كان. وحرب الدول تاريخ ما هو بمحصور، في مدحهم ما يكفي 2000 ديوان. وكل القبايل نعم ما فيهم قصور، درع الوطن الأثار للحرب دخان، درع الوطن الأثار للحرب دخان. سلامتكم. صح لسانك، بيض الله وجهك وبيض الله وجه شيخنا أبو ماهر الشيخ عواض النتاف الذي شرفنا كما شرفونا كافة الشيوخ في هذا المساء، ويندلدل على وفائهم وعلى طيبهم. أما ختام الشعر ختامها مسك مع العريس، شاعر ومعرس الأسبوع الماضي، ولكن حبا وطيب ورد وفاء أبى إلا أن يقطع الفترة الذهبية للعريس ويحضر هو وأخوانه وربعه ويشاركنا في هذه المناسبة، ويكون ختامها مسك مع الشاعر فواز بن رابح الشمالي. تفضل يا عريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للعريس وأقول له بالرفا والبنين إن شاء الله. يقول مدام القريحة هايضة والبيوت اسمان، هل الشعر عمي قافهم وش يعذرهم؟ أنا خادم ربعي وربعي بني شامان، وأنا سيف ربعي بالمواقف وشاعرهم. أنا خادم ربعي وربعي بني شامان، وأنا سيف ربعي بالمواقف وشاعرهم. زهمت البيوت وجاتني ندرة الأوزان، وتشرفت يوم اني وقفت بمنابرهم. ذوي زيد واسم شام خصيتهم رنان، تنشد عن التاريخ وش كاتبه عنهم. ذوي زيد واسم شام خصيتهم رنان، تنشد عن التاريخ وش كاتبه عنهم. ما تشهرهم بيوت القصايد ولا الألحان، مواقيفهم بين الرياجيل تشهرهم. هم اسم مريبه وهم محزم مليان، وهم كل رجل للمواقيف يذخرهم. لهم مجلس معلم ما يفضى من الضيفان، مداهيل هزحول القبايل وكابرهم. لهم مجلس معلم ما يفضى من الضيفان، مداهيل هزحول القبايل وكابرهم. يوم ان البخيل بخيل ولا الكريم معان، هذا طبعهم بالوقت الأول وسايرهم. هلا المرحبا والعود ومكرمين العان، هذا طبعهم بالوقت الأول وسايرهم. هلا المرحبا والعود ومكرمين العان، مع الدلة الصفرة تعاقب مباخرهم. ولا يختلف فعل الرياجيل مهما كان، هذا فعلهم بالوقت الأول وحاضرهم. لنا رفقة معهم ووفقه من الشيبان، تموت الرجال ولا تغير معادنهم، ولا جالهم محتاج فعل على برهان. هذا فعلهم في كل موقف وديدنهم. زحول وصناديد وعناتيت وشجعان ومقاصيد ورجال ما تحسب مخاسرهم. يوم ان البخيل يشوف نفسه هو الكسبان، هذولي ورا كسب المراجل متاجرهم. زحول الرجال ومنبع الطيب واهل الشان، على كل مجد وطالها الله مقدرهم. شيوخ ولهم تقدير من سيدي سلمان، ومن طيبهم كل النشامات تقدرهم. شيوخ ولهم تقدير من سيدي سلمان، ومن طيبهم كل النشامة
تقدرهم وختام البيوت. أزكى صلاتنا على العدنان رسول ومرها الله للأمة يبشرهم. وسلامتكم واعذروني على القصور. صح لسانك يا عريس وبيض الله وجهك ونعم فيك وطاب ليلك يا عريس. والعذر حتى ما يبقى عذر، والعذر حتى ينتهي العذر لشاعرنا الذي والله حنا كلمناه وطلبناه بالاسم ووافق، ورجل يعني محبوب الجماهير ومحبوب بذوق الشعر والزواميل، الشاعر الكبير العلم سامر البلادي الذي شرفنا من رابغ. فحيا الله سامر، ونعتذر على التأخير الغير مقصود والغير مبرر. نعتذر كذلك للشعار حقيقة اللي ما تمكنا من الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. نبارك لفارس هذه الليلة ونقول له كما قال الرسول: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في الخير. وابيات بسيطة إن شاء الله تنال إعجابكم واستحسانكم. يا سلام الله على اللي يعشقون الطالة، يا سلام الله على اللي يعشقون الطالة، ردة تضفي على أهل النوب واللي جاله، من هجوس الشاعر المعروف والمتمكن بالقصيدة اللينة ومسراس منه قاله. شاعر ماني بمتغطرس ولا متكبر، لو قصيدي كم من شاعر يحط حاله، أصغر الأبيات واحبكها لحان اللازم ثم قدمها على اللي عارف من زاله. أصغر الأبيات واحبكها لحان اللازم ثم قدمها على اللي عالي من زاله. راس من روس الحروب أهل الفخر والهيبة، ابن زيد اللي قليل من الرجال مثاله، كاسب الطالات راعى الأوله من ضاري الكرم، كاسب الطالات راعى الأوله من ضاري الكريم اللي مثل نون صدوق خياله، حاتمي في وجوب الضيف والجيراني والسخي الناس من كل الديار تعناله. لا بدا وقت الطلب تلقاه وتماريبه، خل عنك اللي يقفل في الطلب جواله. ويش اقول ويش اخلي فيك يا عبد الله، يا شجيع ترفعه بين الرجال افعاله. والمقام الليله عظيم وسامي، سامي قدره وتقديره بقدر رجاله. يا عساكم يا ذوي زيد النشامه دايم وانتم بخير ودوم في احسن حاله. وصفنا واحد لياجات العلوم القصية، صف حرب اللي يعرفون الرجال ابطاله. والشبل يزيد نعم فيه نعم الشارب، طيب من طيب عمانه وطيب اخواله. والشبل يزيد نعم فيه نعم الشارب، طيب من طيب عمانه وطيب اخواله. الف مبروك الفرح والله زين فالك، الف مبروك الفرح والله زين فالك. بعد ناسبت الكريم اللي يكرم سباله، والمحافل واجده في كل يوم وليله. مير حفل الشيخ عبد الله رشيد الحاله. بيض الله وجهك الشاعر الكبير العلم سامر البلادي. ولو فيه وقت كان جبنا سعد المسعودي خلناها ردية بينهم. ختاما خالص الشكر ووافر التقدير والامتنان لكل من شرف هذا الحفل الليلة، خصوصا ضيوف قبيلة حرب من كافة القبائل والعوائل والإخوان العرب. بيض الله وجيهكم، جزاكم الله خير، وشكر وتقدير كذلك لجميع الضيوف من قبيلة حرب ومن غيرهم. فبيض الله وجيهكم، جزاكم الله خير على التشريف وعلى الحضور، والشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الكرنفال. شكر خاص لهم حقيقة، تعبوا واجتهدوا وسهروا الليل وتعبوا في النهار وسط هذه الأجواء الجميلة. الشيخ فيصل بن رشيد بن زيد والشيخ فاهد بن زيد وأخوانهم
وربعهم حقيقة تعبوا كثير حتى يظهر هذا الحفل. كذلك لا ننسى أحد الشركاء المميزين في إنجاح كل مناسبة، النجوان، صاحب هذا الإعلان والنجوان دائما أفعاله قبل أقواله. فشكرا للنجوان بقيادة وتحت إدارة رجل الأعمال المعروف الأستاذ عايش بن محسن بن نجوان السحيمي، بيض الله وجه أبو ساري، دائما وهو واقف ودائما وهو حقيقة مستعد، وعنده ما شاء الله تجهيزات لكافة الاحتفالات والمناسبات، وعنده خصومات. رجل حقيقة إذا جاء وقت الجد ما يفكر في الربح أو الخسارة، يفكر أنه يحط قدامه الجميلة والعلم الطيب، وهو دائما متجمل. فالنجوان للاحتفالات حقيقة كل من عنده مناسبة عليه فيه ونوصي فيه. الشكر كذلك للإخوان الذين تعبوا معنا من عصر هذا اليوم وكانوا متواجدين لتغطية الحفل، فيهم من أتى من خارج المدينة، سناب لايف، قبيلة حرب بقيادة الأستاذ أبو خليل. فين اللوحة حقت البنر؟ فينك يا أبو خليل؟ لايف قبيلة حرب، شريك نجاح دائما في كل مناسبات القبيلة. شكرا يا أبو، شكرا للأستاذ عبد الرحمن المعبدي أبو خليل، بيض الله وجهك على التغطية. شكرا لسناب شعراء قبيلة جهينة بقيادة الأستاذ ماجد المرواني، كان معنا متواجد. سناب جميل ورائع، كان عنده بنر ما أدري فين اختفى. لديه مسابقات متعددة ومدعومة من شيوخ قبيلة جهينة، فيستاهل الدعم ويستاهل الشكر. بيض الله وجهك، وفيت وكفيت. شكر لقناة لايف النخبة بقيادة الأستاذ صالح المخلفي، وشكرا لقناة لايف النخبة بقيادة أبو سلطان صالح المخلفي. شكرا لسناب لايف أبو جسار، السناب الجميل والرائع والمتواجد في كل حدث في المدينة وخارج المدينة. بيض الله وجهك يا أبو جسار، تعبت وتحملتنا، بيض الله وجهك. كذلك منصة لايف النايف بقيادة الأستاذ عبد الرحمن السليمي أبو أشواق، شكرا. شكرا لك وشكرا لمعاونك الأستاذ تركي الشاماني. شكر لقناة طيبة لتصوير الحفلات والأمسيات. شكرا لخبير الطقس والمناخ واللي دائم أخباره جميلة، أخبار الأمطار والسيول عنده خبير الطقس بدر الحازمي. شكرا يا بدر، البارح 24 ساعة كملت وانت موجود هنا. شكرا للمصورين الأخ موسى إبراهيم والمصور مصطفى عثمان، وشكرا لقناة طيبة بقيادة الأستاذ أحمد شفيق ومؤسسة طيبة الإعلامية. كذلك شكر وتقدير حقيقة لكل من قدم ومعه الزواميل، نشكرهم تعبوا، ونشكر سواء من قدم أو من أصحاب الرد، أصحاب المناسبة، الله يبيض وجيههم. شكرا للجميع، ولا ننسى ولن ننسى فرقة قبيلة الرواتعة لفن الدارة التراثية
بقيادة الأستاذ مخلد الرويتعي. شكرا لفرقة قبيلة الرواة على فن الدارة، هذه الفرقة اللي تقدم فن جميل وفن تاريخي وتراثي في المنطقة. شكرا لأخي الذي ساعدني وساندني الأستاذ دخيل الأحمدي برغم بعض التعب الصحي اللي معه. شكرا للأستاذ محمد عتيق المحمدي. شكرا للأستاذ محمد عتيق المحمدي. شكرا للأستاذ محمد عبيد التميمي المحمدي الذي كان معنا من مساء أمس. شكرا للجميع. والله لا الكلمات ولا العبارات توفيكم حقكم، وكذلك ما توفي جميع من شرفنا في هذه الليلة الطيبة في ختام هذا العام. من الشعراء المحاورة؟ الإخوان ينوهون أنه في محاورة شيلات ومحاورة بعد العشاء، فلا تذهبوا بعيدا بعد العشاء، تعشوا عليكم بالخير وجعله بالهنا والعافية، ومن ثم الاستمتاع والاستماع للشيلات التي أعدت للمناسبة والمحاورة. وأعتقد الليلة المحاورة بتكون نارية فيها أسماء، في أسماء رنانة وأسماء كبيرة. في الختام أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على المحبة والخير، وأن كما جمعنا في هذه المناسبات الطيبة الكريمة أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. ختاما سائلين الله للعريس حياة زوجية سعيدة. لك الشكر، كل الشكر وكل الامتنان لمن تكبد عناء السفر واتى من مسافة لا تقل عن 500 إلى 600 كيلو لمشاركة ربعه وتغطية الحفل في إسنابه. شكر وتقدير لإسناب الوحيد، بيض الله وجهك يا الوحيد، ما قصرت ودائما وانت مشرف ومنومس وحاضر في كل ميدان لك صولة وجولة. كذلك الشكر والتقدير لمن شرفنا من جدة، الأستاذ حمد المعبدي صاحب حساب التيك توك الشهير والسنابي المعروف، وصاحب التغطيات المتواصلة وأكثرها خارج الوطن. شكرا يا حمد، شكرا الوحيد، شكرا لكافة الزملاء الذين وقفوا واجتهدوا وتعبوا لتغطية هذا الكرنفال، فشكرا لكم جميعا، بيض الله وجيهكم، جزاكم الله خير. تقبلوا تحياتي أخوكم ومحدثكم مرزوق الحربي، دمتم بحفظ الله ورعايته ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.